مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية القراميط الروعة دي على طريقة البورسعيدية. هنعملها بطريقة جميلة وسهلة. طبعا هعرفك القراميط اللي هي الحلوة تشتريها ازاي. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنعملها مع بعض بطريقة جميلة سهلة. طبعا انا قلت الراجل البحالي. طبعا نتعرف الاول ازاي تجيبيها القراميط. بتبقى لونها فاتحه رصاصي كده زي ما انت شايفه، رصاصي. اوعي تجيبيها السودا اللي هي بتاعت المصارف دي كده اهوت جميله قوي. هقطعها مع بعضينا دلوقتي. لازم المقص هفتح بيها كده اهو فله زي ما انت شايفه. هبتدي بقى المرحله التانية بتاعتي. دول معلقتين دقيق كبار، معلقتين ملح كبار برضو. ابتدي احطهم وهما نازلين كده في الميه. ابتدي حبه حبه عشان ادعك بيها، منها ان انا بدعك بيها ومنها ان انا بدوب الاتنين مع بعض عشان الدقيق ما يبقاش معجن في الميه زي ما انت شايفه. معلقتين ملح كبار على معلقتين دقيق، وادوبهم كده اهو. احطها كده على قلبها كده اهو. ومكونات الطاجن بتاعي بصل، طماطم، فريك اهو غسلاه ونقعاه زي ما انت شايفه. البهارات بقى بتاعتي توم متفرز، هريسه شطه، كمون، ملح، ليمون. هبتدي اول حاجه، هو ساقع شويه مش مشكله، هضرب كله مع بعضه. طبعا وهعصر ليمون عليها دلوقتي. اهو القراميط زي ما انا جبتها وغسلتها ونقعتها زي ما انت شايفه، نقعتها وقت كبير. هبتدي بقى اتبل بقى حته حته بتاعت السمك، وهي اهو بقى بالوضع ده كله كده اهو. تتبيله السمك عاديه خالص. حط حته كده اهو كمان من فوق وحته من تحت، وابتدي على جنب نفس الحكايه. اخلص بقيه الكميه كلها بالشكل كده وارجع لك. وهو بقى بعد ما تبلتها التتبيله الجميله دي اخليها كده شويه. طبعا انت ممكن تعملي طاجن القراميط ده، ممكن تعمليه تستكفي كده اهوت نيه كده اهوت والتقليه بتاعه الفريك عادي. بس انا بصراحه لا، انا اتعودت ان انا اقلي السمك عادي جدا جدا. وبعد ما اقليه كله ابتدي بقى ايه احطه في الطاجن وفي الفرن. يلا مع بعض خطوه بخطوه نشوف هنعمل ايه. وهو زي ما السمك بتاعي تبل كويس جدا، هبتدي هحطه التتبيله بتاعتي بالشكل دوت. طبعا الطاسه بتاعتي مولعاها،
هبتدي بقى اقلي السمك بتاعي. واهو زي ما انت شايفه ابتدت العين عليها البصل اللي انا هعمل بيه الطاجن. والعين التانية النار التانية هبتدي اقلي الفلفل. وهو زي ما انت شايفه عملت الطاسه كلها. هبتدي يتقلى اعمله على الجنب التاني واخلص الكميه كلها واوريها لكم. وهي البصله اول ما خدت اللون دوت هبتدي انزل وبقى اسيبها تتسبك براحتها خالص. وبعد ما تتسبك ازودها واحط الفريك عادي خالص اهي. اقلبه بقى من جميع الاتجاهات. انا ما انصحكيش تحطي الطاجن والقراميط نيه او اي سمك، لازم يتقلى كده اهو. هخلص كل الكميه ونرجع مع بعض. وهي بعد ما اتسبكت ابتدي ازودها ميه معلش عشان كده. بعد ما زي ما انت شايفه قليتها كويس والفريك اهو غسلته ونقعته وحيقته اهو وسلقته نص سلقه. وتقليتي عادي تقليه خالص زي تقليه المكرونه. ابتدي اقلبها كده اهو. ازودها كده اهو شويه صغيرين. ابتدي احيقها عادي معلقه شطه كبيره، معلقه ملح، معلقه كمون. اقلبها كويس. احط الفريك بتاعي. ممكن تعمليها في طواجن، ممكن تعمليها في بايركس. انا قلت ايه اعملها في الصينيه دي كده اهو. هتاخد معايا الكميه بتاعتي كلها. هزود عليها شويه عشان ميه سخنه كده اهو. خففت التسبيكه شويه كده اهو عشان كانت مركزه جدا. هبتدي بقى انزل بالقراميط بتاعتي. في ناس بتحطها نيه بس لا، انا عن نفسي ما بحبهاش الا كده اهو. دي طريقه البورسعيديه، تبقى طريقه كده اهو احلى. تضمني ان هي مش زفره ولا اي حاجه. وبرده الفلفل بقى الجميل دوت احطه فيها. بجد جميله جدا. اكون طبعا مسخنه الفرن عشان كده كل حاجتي متسويه كويس. وهي بعد ما طلعت من الفرن جميله جدا، سهله، شكلها روعه زي ما انت شايفه، ما خدتش وقت خالص. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.